قلت لهم انا عايزه مكوه، بعتولي مكوه رافال بالبخار. اتفاجئت بيها، صناعه مصريه عالميه يا جماعه. مكوه بالبخار 2200 واط. مش بس كده، سعه خزان الميه تخيلوا 350 مللي، يعني اكتر من كوبايه ونص. خزيني فيه ميه زي ما انت عايزه. عندي كمان مفتاح للتحكم في درجات الحرارة، كل درجة منهم ليها أنواع للقماش. مش بس كده، فيها كمان خاصية مانع التقطير اللي مش موجودة في مكاوي كتير يا جماعة موجودة في السوق. دي المكوة بتجيلك قد ايه كان وزنها خفيف، شكلها شيك جدا جدا، هي فعلا منقذة معاكي في البيت. بصوا شكلها شيك ازاي، كفاية الشكل ده، تحسيها عاملة زي اليخت كده اللي في البحر، يختي عليها وعلى جمالها والله. بصوا خفيفة ازاي، شايفين؟ همسكها لك كمان دلوقتي بصباع واحد. ايوه بقى، ده كده الزرار اللي بيعمل لي تنظيف ذاتي للمكوه عشان ما يخليش اي قماش يلزق فيها ولا اي ترسبات من الميه تبقى موجوده في الخزان. وده كمان الزرار بتاع التبخير، وده الكوب المعياري بيجي معاها في الكرتونه بتاعتها اللي بعرف اسقي بيها. حلوه اسقي بيها دي، احط الميه في الخزان بتاع المكوه بتاعتنا. ده كده الخزان، شايفين حطيت الكوبايه كلها، ومع ذلك يا جماعه ياخد تاني وتالت كمان. هظبط بقى درجه الحراره على 200 اللي هي اللي في النص، وبعد كده شوفوا كده الجمال بتاع المكوى عامل ازاي يا جماعه. اللهم بارك عليها وعلى جمالها، حاجه كده تفرح، اللهم بارك. ده كده البخار ده مهما كانت نوعيه القماش والكرمشه بتاعته في ثواني يفردها لك، هي منقذه بجد والله يا جماعه. بصوا البلوزه كانت عامله ازاي، يا دوبك اديت كده بختين من البخار اللي فيها ودوسي عليها دوستين، اتفاجئت بالنتيجه. مع ان قماشه البلوزه دي صعبه جدا جدا في الفرد، دي قماشه خشنه ما بتتفردش بسهوله، لكن شوفوا جمالها. القاعده بتاعتها قاعده سيراميك غير قابله للالتصاق، عمرها ما يلزق فيها اي حاجه. وبصوا على طول في ثواني خلت لي البلوزه عامله ازاي، انقذتني والله يا جماعه. شايفين الجمال، حلوه حلاوه. اما بقى البلوزه التانيه كانت اصعب لان قماشتها ناعمه، القماشه اللي بتجري وتروح وتيجي دي بتبقى صعبه جدا في الكوي. برضو اديتها بختين من الزرار بتاع البخار بمنتهى السهوله، وعلى طول اول ما دوست عليها فردت لي القماشه. انا بجد كنت مبهوره بالنتيجه. ما تنسوش حاجه يا جماعه مهمه جدا، ان رافال صناعه مصريه 100%، يعني خدمه ما بعد البيع ممتازه وموجوده، خدمه ما بعد البيع الاصليه مش زي بعضهم، وكمان ضمان حقيقي وقطع غيار متوفره على طول. من هنا ورايح طول ما انا بقى معايا مكوه رافال في البيت عمري ما هشيل حاجه مكرمشه ابدا، بجد كانت امان ليا. حتى الطرح في اي وقت فجاه نازله طرحه كرمشت على طول تروح دايسه عليها في ساعتها تكويها ومن غير تعب. شكرا رافال على المكوه الجميله.